السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم ايه ابراهيم ودي قناتي ايه والمطبخ. باذن الله هعمل معاكم النهارده مربى الفراوله. طبعا دلوقتي هي في الموسم بتاعها، غير كده سعرها كويس جدا، فمناسب جدا ان احنا نعملها في الوقت ده. كمان هقول لكم ازاي نعمل اشكال بابا نويل بشكل بقى سريع وسهل جدا، يعني نقدر كده نحطها جنب سندوتشات المربى عشان تعجب أولادنا وكمان ياكلوها، وبالذات الأولاد اللي ما بياكلوش المربى. طبعا كده نشوف الطريقة، بس متنسوش اللايك والاشتراك. أول حاجة بقى معايا كده كيلو من الفراولة، قطعتها مكعبات بالشكل ده. هجيب حلة واسعة عندي وأحطها فيها، يعني بلاش حلة صغيرة عشان الفراولة ما تفرش تغلي على النار. أحط عليها كوبايتين ونص من السكر، كوبايتين ونص السكر بمج الشاي العادي، يعني دول كده نص كيلو من السكر. يعني كيلو الفراولة بياخد نص كيلو من السكر. هرفعهم بقى على النار، على نار متوسطة، وهقلب الفراولة مع السكر وهسيبهم بقى كده لحد ما ينزلوا المية بتاعتهم. طبعا ما بحطش مية خالص، هو السكر مع الفراولة. بعد حوالي بقى كده 5 دقايق ببدأ ان انا الاقي ان المربى او الفراولة نزلت المية بتاعتها. طب بعد ما بتغلي عندي بلاقي الريم الابيض ده بقى بدأ يظهر، مش بشيله دلوقتي نهائي، لان انا لو شلت الريم دلوقتي هبدأ ان انا اخسر كمية كبيرة من المربى. فبفضل بقى كده اقلب من وقت للتاني عشان طبعا المربى ما تشوتش عندي. طب هنا بقى كانت خلاص اهي داخلة، يعني كده بدأت تتسبك عندي، فببدأ برضو ان انا اقلبها. طب في المرحلة بقى دي خلاص بدأت بقى ان هي تتسبك عندي، او خلاص بقى كانت خلاص اتسبكت، فهبدأ اشيل الريم الابيض ده. طب اخدت معايا قد ايه على النار؟ اخدت معايا 40 دقيقة. طب انا دلوقتي قبل ما احط الاضافة الاخيرة اللي هتحفظ لي المربى، عايزة اتأكد ان المربى استوت معايا وتمام. هبدأ ان انا اجيب معلقة مربى واحطها في طبق، هسيبها تبرد تماما، وهعمل فاصل بالشكل ده. لو لقيت ان الجنبين ما دخلوش على بعض يبقى كده المربى استوت وتمام. لو لقيت طبعا ان الجنبين دخلوا على بعض يبقى كده الفراولة محتاجة شوية على النار. طب بعد ما اتأكدت ان هي استوت هبدأ احط عصير ليمونة كبيرة. هقلب طبعا وهسيب كده المربى تغلي حوالي غلوتين. هقفل طبعا النار، هسيبها تبرد عندي تماما، وهبدأ طبعا اعبيها في برطمان. طب تعالوا بقى نعمل اشكال بابا نويل، يعني كيوتة كده ولطيفة، نقدر نحطها جنب السندوتشات عشان نشجع الاولاد على اكل المربى. طب اول حاجة بقى بجيب الفراولاية كده، بشيل طبعا الورقة الخضراء وبقسمها لنصين بالشكل ده. طب ده ايه؟ ده كريم شانتيه كان عندي في الفريزر، فجبته ويا دوبك سبته بس يفك بس من البردة بتاعته حوالي كده 5 دقايق، وهو ساقع بدأت اعمل كور بالشكل ده. طب انتي مش حابة مثلا الكريم شانتيه، تقدري تستبدليه بمهلبية سريعة، نص كوباية من المية، نص معلقة من النشا، تدوبيهم على البرد، ترفعيهم على النار على نار متوسطة لحد ما يتقل معاكي، وسيبيه يبرد تماما ودخليه التلاجة. طبعا لحد طبعا ما طبعا هيبدأ بقى طبعا يتقل، فهتعملي كور زي دي، فهيبقى مناسب جدا جدا. طيب بعد بقى ما حطيت او شكلت البابا نول بالشكل ده، طب العينين هعملها بايه؟ هعملها بالقرنفل. تعالوا بقى كمان نعمل واحدة كمان. زي ما قلتلكوا بنشيل الورقة الخضراء، وكمان بنقسم الفراولاية على 2، وبحط الكورة اللي عملتها من الكريم شانتيه. بعد كده ببدأ بقى احط النص التاني كده من الفراولاية، اللي هي بقى اللي الصعبوط يعني بتاعها. وبعد كده ببدأ اجيب القرنفل واحطه بالشكل ده. طبعا الشكل بيبقى يعني قمر قوي، بيبقى عسل قوي، بيعجب جدا جدا يعني. هو انا عملته قبل كده برضو، عجب ابني قوي قوي. نقدر طبعا نعمل سندوتشات مربى ونحطه في الطبق جنب السندوتشات، هيعجب الاولاد قوي وهيشجعهم على اكل المربى، وخاصة الاولاد اللي ما بياكلوش المربى. اتمنى طبعا ان الفيديو يكون عجبكم، باذن الله جربوا الطريقة وتعجبكم، وتجربوا الاشكال الكيوتة ديت وتعجب اولادكم. ولو عجبتكم الطريقة متنسوش اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.